كرايوثيرابي ولا ميزوثيرابي؟ السؤال الأشهر في العيادة. أنا دكتورة شيماء سلمان، أخصائي التغذية العلاجية، ومعاكم عشان أجاوب السؤال دوت. الميزوثيرابي حقن أسرع وأضمن وأسهل طريقة عشان أتخلص من الدهون الزيادة في الجسم، بس هو حقن بس نتيجة مضمونة جدا من 3 ل 5 سنتي في الجلسة الواحدة بس. الكرايوثيرابي بقى هو البديل الآمن للحقن، جهاز سطحي بستخدمه على الجلد، نتيجته بطيئة شوية بس برضو نتيجة مضمونة وكويسة جدا 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 للناس اللي بتخاف من الحقن. ايه موانع الجلسات؟ الحوامل طبعا، دول اصلا ما بنستعملش معهم اي حاجه. الناس اللي عندهم سرطانات او كانوا بياخدوا علاج للسرطان برضو استحاله. الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الليمفاوي وخاصه مع الكرايوثيرابي. تابعونا برسائلكم او في الكومنتات وهنبعت لكم العروض.